السلام عليكم. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة عملنا سفرة سهلة وبسيطة. عملنا طبيخ مصري أصيل، عملنا سبانخ باللحمة، رز حباية وحباية، وعملنا بتنجان، كان عندي بتنجانتين قليتهم مع قرنين شطة، وكمان مخللات اللي احنا عاملينها مع بعض. سفرة سهلة وبسيطة. يلا نسمي الله ونشوف عملناها ازاي. أول حاجة هنجهز اللحمة. أنا هسلق اللحمة، بس انا بحب قبل ما اسلقها اديها صدمه. اللحوم عامه كلها قبل ما تسلق لما بتاخد صدمه بتفرق جدا جدا في الطعم، وبتشيل اي زفاره او اي حاجه مش مستحبه في اللحوم. اول حاجه حطيت نص معلقه سمنه صغيره. اول ما ساحت وسخنت نزلت بقطع اللحم. انا هشوحها من 5 دقايق ل10 دقايق. اول بس ما تبتدي تاخد لون نزلت بقطع اللحمه. هحط معاها 3-4 فصوص حبهان، وكمان 3-4 ورقات لوري، ورشة فلفل اسود. وهشوح اللحمة لحد ما تبتدي تاخد لون من كل الاتجاهات. مهمة الحركة دي، وبتدي طعم حلو جدا للحمة، وغير كده بتشيل اي ريحة او اي زفارة او اي حاجة مش مستحبة في اللحمة. خلاص اهي تقريبا ابتدت تاخد لون. كان في بس كام حتة كده هقلبهم بالمعلقة وخلاص هتكون جاهزة معايا، ما بتاخدش وقت خالص. في الوقت ده انا مشغله الكاتل على ميه سخنه بتغلي، او حطي حله على النار فيها ميه سخنه بتغلي، لان ما ينفعش انزل عليها بميه ساقعه. لازم ميه سخنه، تكون ميه سخنه وصلت لمرحله الغليان. هتأخر معاكي السوا بتاعها، وغير كده الفوائد بتاعتها 3/4 فوائد بتاعتها هتنزل في الميه. فانا هنصدمها بميه سخنه تكون بتغلي. هحط لها بقى الكميه المناسبه للسلق بتاعها. هنزل بقى ببقية الحاجات اللي هي بصلاية. هحط عليها بصلاية، وهحط كمان نص معلقة جنزبيل ومكعب مرق. ولو مش حابة مكعب المرق استبعديه خالص براحتك، بس بتدي طعم حلو جدا للشربات. يلا بقى نجهز السبانخ. انا لقيت سبانخ فريش، انا مخزناها عندي في الفريزر، بس انا لقيت فريش فجبت عملناها فريش النهارده. اول حاجه جبت معلقه سمنه كبيره، والسبانخ بتحب دسامه. معلقه سمنه كبيره كده، ومعلقتين زيت، وبصلايه متقطعه شرايح رفيعه. هقلبهم مع بعض لحد ما البصلايه تبتدي تاخد لون. خلاص ابتدت تاخد لون معايا. هنزل معاها بمعلقة توم مفروم. هقلب. والسبانخ بتحب التوم في التسبيكة، وبتحب التوم ني في الآخر، بتدي طعم حلو جدا للسبانخ. فأنا هقلب كده لحد ما تاخد اللون الذهبي. أول ما أخدت اللون الذهبي معايا نزلت على طول بالصلصة. الصلصة دي كانت جاهزة عندي في الفريزر، طلعتها، بتوفر عليا كتير. فأنا هقلبها بقى وهسيبها لحد ما الصلصة دي تفك خالص وتسيح، وتبتدي تضرب سمنتها اللي هي تتسبك. خلاص جهزت معايا. هنزل بقى بشوية معلقتين صلصة اللي هي الجاهزة علشان اظبط لونها. معلقتين صلصة جاهزة، لو مش بتحبيها ما تحطيهاش براحتك، بس انا بحب لون الاكل يكون محمر شوية. وهنزل كمان بشوية بابريكا، تقريبا معلقة بابريكا ومعلقة سكر. والسكر عشان اعدل المزازة والطعم. معلقة بابريكا ومعلقة سكر ومكعب مرق، ولو مش عايزاه استبعديه خالص. هسيبها لحد ما تطرد سمنتها خالص. موضوع يعني الوقت ما بتاخدش الا شوية وقت صغيرين جدا، لان الصلصة دي احنا مسبكينها قبل كده. بس خلاص اتسبكت وطردت سمنتها. هنزل بقى بالسبانخ. انا جبت السبانخ لقيتها فريش، جبتها نقعتها وغسلتها كويس وقطعتها. هنزل بيها على طول زي ما هي بعد ما غسلتها كويس وقطعتها على الصلصة. هنزل بالكمية اللي عندي. هحط 3-4 كبشات شوربة لحد ما تنزل شوية وتهبط معايا شوية. انا حسيت ان الحلة مش هتكفي فنقلتها في حلة تانية. بعد ما هبطت
هنزل بقى عليها باللحمة والشوربة بعد ما اللحمة تكون استوت تقريبا 3/4 سوا او اكتر من 3/4 سوا، علشان السبانخ ما بتاخدش وقت خالص على النار. هي هبطت كده، هسيبها بس تغلي غلوتين على الهادي واتاكد ان اللحمه تمام مستويه تمام. هنزل بقى، لقيت لونها لسه حاسه مش احمر قوي، نزلت بمعلقه صلصه من الجاهزه. هحط عليها معلقه توم ني كمان وبتفرق جدا جدا في الطعم، وهحط شويه كزبره ناشفه، معلقه كزبره ناشفه، وهحط نص معلقه فلفل اسود وخلاص، وهتاكلي احلى سبانخ. يبقى معلقه توم ني، معلقه كزبره ناشفه، نص معلقه فلفل اسود، وهقلبهم بقى وهسيبها بتاع 10 دقايق على نار هادية بتتسبك وهنقدمها. عملت معاها رز حباية وحباية، وكمان كان في بتنجانتين وقرنين شطة قليتهم جنبها، والمخللات بتاعتنا. سفرة سهلة وبسيطة ومغذية ومفيدة. لا يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وسبسكرايب. بحبكم كتير، اشوفكم بعدين، مع السلامة.